طيب خلينا نروح للواء عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكوره في نادي الداخليه، ونبارك له على الماتش اللي فات، طبعا فوز مهم على نادي امبي، نقدر نقول يعني فوز جه في وقته. سياده اللواء ازي حضرتك؟ الحمد لله رامي لحضرتك والكابتن حسن كده، وان شاء الله باذن الله نتعشم خير الماتشات الجايه باذن الله ان شاء الله. مبروك طبعا، يعني فوز كان جه في وقته النادي. هو يعني يمكن يا كابتن كريم يعني يمكن من بدايه الموسم واحنا بنلعب ماتشات كويسه، بس برضو التوفيق ما كانش جاي معانا قوي يعني ماتشات كتيره جدا ما نخسرهاش، وممكن يتعدينا 3 ماتشات ال3 لازم نكسب فيهم، بس ربنا ما قدرش الحمد لله يعني. طبعا الكابتن ده بذل جهد جامد جدا مع الفريق اكيد طبعا من فتره الاعداد وكده، بس كان باد لك بالنسبه له لانه 4 اساسيين في الفرقه. الديفندرات ال4 اللي جاله رباط صليبي زي هاني سعيد، اللي جاله كسر في السلميه زي عبيد موسى، اللي جاله الشد زي احمد رؤوف، فللاسف يعني كان عنده باد لك يعني. انما الداخليه كان كبير، سواء قطاع الناشئين سواء الدرجه الاولى، وان شاء الله معانا مجلس اداره محترم برضه بيساندنا بشكل طيب يعني. طيب الداخليه بعد رحيل كابتن ضياء عبد الصمد ما جبتوش مدرب لغايه دلوقتي، والكابتن علي عبد العزيز صح اللي قاد المباراه اللي فاتت. هو طبعا يعني احنا يعني في يعني اتكلمنا مع كذا مدرب وكده افاضل كلهم يعني، انما ساعات بتختلف بقى امور معينه في الجهاز اللي هيجي معاه، سواء الناحيه الماديه برضو الامور والماتشات سريعه جدا يعني. احنا لسه لاعبين ماتش اول ماتش بكره ونلعب ماتش يوم السبت، فبالتالي انت مش اداك فرصه ان انت يعني زي ما تقول تستقر، لان برضو اللي هيجي لسه عايز ياخد برضو على الفرقه شويه. ايوه، فبيبقى صعب الفتره دي، فاحنا ان شاء الله باذن الله على نهايه ماتش الزمالك باذن الله هتكون استقرينا باذن الله. ماتش الزمالك انت عندك المصري وبعدين الزمالك صح؟ بس في مفاوضات مفاوضات مع مدربين دلوقتي. في تفاوضات مع مدربين. انا سامع كابتن عماد النحاس كان في كلام معاه. والله كان مع اكتر من واحد يعني، بس طبعا كان كلام في اللي قال طبعا هشوف همسك في المنتخب كده يعني مع المنتخب الشباب والناشئين وكده. فالامور بقى دلوقتي خلاص اللي تعينوا والباقي ممكن بقى نعيد التفاوض معاهم ونشوف ربنا رايد ايه يعني. تمام انما ان شاء الله يعني هنجيب مدير فني كويس. ايوه والله المجموعه اللي موجوده استمرت وعملت نتائج طيبه، ممكن ناجل لغايه يعني احنا حسب النتائج بقى الرؤيه تبان بالنسبه لنا يعني ممكن نقول في خلال فتره توقف الدوري ممكن نجيب. ايوه يعني ممكن تمشوا القصه لغايه مثلا شهر 12 يعني 30/12 لغايه نهايه الاربع ماتشات 5 ماتشات الجايين. انتوا عندكم الماتش الجاي عندكم الماتش الجاي المصري في برج العرب بكره. ايوه الزمالك وبعدين عندنا وادي دجله وطنطا، ماتشات جامده كلها. لا ما هو الدوري 18 فرقه ما فيش فرقه ضعيفه ولا الاهلي ولا الزمالك، حتى الاهلي والزمالك يمكن بيراعي الفرق الضعيفه اكتر من الفرق القويه، فبالتالي يعني ان شاء الله باذن الله نتعشم ربنا يوفقنا للطريق الصواب يعني. بالتوفيق ان شاء الله سياده اللواء. الله يخليك. عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الداخليه، مبروك الماتش اللي فات وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. الله يخليك يا كابتن. طيب الله يخليك. عايز اكمل معاكم سريعا كده. اتحاد الكره بيقول ان يعني حكام اجانب لماتش الاهلي والزمالك يوم 29. انسوا خالص ان يكون في حكام مصريين وفي حكام اجانب هيحكموا المباراه القادمه للزمالك والاهلي اللي هي يوم 29 ان شاء الله قمه الكره المصريه في نهايه الدور الاول. كابتن طارق العشري خرج لاما كولين بره القايمه بتاعه امبي امام اسوان، لاما كولين اتعور الماتش اللي فات، وخرج برضو محمد عبد المنصف. مهندس فرج عامر بيقول ان حسام باولو مظلوم وما تعرضش للايقاف، لكن طبعا احنا قلنا وكابتن واضح كده ان في مشكله، ان كابتن حلمي طولان كمان استبعد حسام باولو من مباراه النهارده امام بتروجيت. النهارده سموحه وبتروجيت في استاد السويس الجديد. لعيبه وادي دجله احتفلوا بعيد ميلاد كابتن علي ابو جريشه مدير النشاط الرياضي في نادي وادي دجله، وطبعا نجم النادي الاسماعيلي الكبير. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل بقى مستني توقعاتكم على صفحتنا على الفيسبوك استاد كوره اف ام الصفحه، فمستني توقعاتكم الماتشات النهارده. 3 ماتشات النهارده في بطوله الدوري المصري. هنبدا المباراه الاولى الساعه 3:15 يعني بعد حوالي ثلث ساعه من دلوقتي. مباراه هتكون قويه جدا ما بين بتروجيت وسموحه. سموحه صاحب المركز الثالث وبتروجيت صاحب المركز الرابع في الدوري. الساعه 5 الاتحاد السكندري ومصر المقاصه ان شاء الله، والساعه 8 وادي دجله والزمالك. بعد الفاصل هيكون معانا الكابتن سامي الشيشيني والكابتن شادي محمد.